السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد يا رب عليكم. نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا رب ارزقني وارزقكم زيارة بيته بإذن الله. فيديو جديد بيوم جديد من يوميات ام بدورة. نبدأ الفيديو ده يا جماعة متصور على 3 ايام قبل العيد، اللي هو قبل يوم الوقفة. كان هنا زوجي جايب لي البامية ديت، لازم يعملها فيا كل سنة، وعلى حسب الموسم يا جماعة. لو في اي خضار قبل العيد وقت ما بكون مشغولة وبلف حوالين نفسي لازم يجيبولي عشان خاطر يبقى خزين في العيد لو محتاجة حاجة اطبخ منها. طبعا جبت البامية غسلتها غسلة كويسة، واللي كان عايز يتقطع قطعته واللي كان عايز يتنضف نضفته. وطبعا بعد ما بعمل كل الكلام دوت بدخله في قلب الفريزر او التلاجة. لو انا هستخدمه بكرة او بعده بحطه في قلب كيس وادخله جوه التلاجة. لو مش هستخدمه وانا عارفة ان انا مش هستخدمه بحطه في قلب الفريزر، وبالنسبة لي اطلع الكيس اقوم حاطه في قلب التغذية على طول، تبقى جاهزة معايا على طول. خاطر مش فاضية ان انا اكوي دلوقتي. البامية دي يا جماعة كانت قبل الوقفة بيوم، ونظافة السلم ده برضو كان قبل الوقفة بيوم، والمكوى كانت قبل الوقفة بيوم، والترمس برضو. هنا بقى السلم طبعا في حد عندنا مسؤول ان هو بيمسح السلم وبينضفه، بس انا قلت لا اعمله التنظيفة بتاعة الجامدة عشان خاطر ايه، انا ما بيعجبنيش نظافة حد برضو. فبأمانة ربنا خليته زي الفل من بعد ما كان متبهدل خالص. قمت ماسكاه كده حطيت له كلور وصابون وميه وبالمقشه بقى فضلت ادعك لغايه ما نضفته كله. وكان في المشايه ديت اللي بحطها قدام الباب برضو البلاستيك، قمت مصبناها. وبعد كده لميت الميه وقمت لما وجبت ميه نظيفه قمت رميها على قلب السلم، وقمت مسحه بقى ومنضفه السلم وخليته زي الفل. هنا القطط بقى فرحانه بسبب الحر صعب جدا، مش عارفين نتعايش مع الحر. بس انا الحمد لله يا رب عندي تكييفات في قلب البيت، ربنا يكون في عوني يا رب اللي ما عندهمش تكييفات. القطط ما صدقت اني مسحت لهم السلم وبقى طراوه، وقعدوا بقى ايه كده وبرحوا فيه وبقوا مبسوطين ان الجو بقى كويس اهو. وديت المكوى جت اهي اهو. اتشال من على هم حمل، الحمد لله. هحط السجادة دي في اوضة البنات خفيفة، هو الواحد مش مستحمل والله، الجو حر جدا. انا عندي كذا واحدة اهو كبار، دي اللي شلتها اللي لسه موديها المغسلة واتغسلت، والتانية اهي تقيلة من اللي هي الريش دي، هتعمل لي حر في الأوضة فبلاش، واحط الخفيفة وخلاص اهي. انا عندي سجاجيد كتير اهي والله، بس الجو حر جدا فعايزة حاجات خفيفة. خلاص معلش، الواد مطرب بسبب الدنيا هنا متبهدلة في الشقة التانية. بعد ما خلصت السلم دخلت قمت غسلة الحمص غسلة كويسة هو والترمس، وقمت نقعهم في مية لتاني يوم. هنا بقى كان تاني يوم فتحت عليهم ان انا اسويهم، بس اللي كان استوى معايا كان الحمص اللي استوى، فاحط له الحاجة بتاعته. دلوقتي التوابل اللي بحطها له بحط له ملح وكمون وشوية شطة وخلاص على كده. عند التقديم بقى لو حابة احط ليمون احط ازود له ملح احط له شطة تاني انا وراحتي بقى. هنا كان الترمس كان كتير، فانا كنت اسماه على حلتين عشان خاطر بطلع منه لاختي وبطلع منه لمرات اخويا وليا انا في قلب البيت. خلاص انا مكتره السدادي، قصدي ان انا اكتره عشان خاطر اللي عايز اديله.
هنا كان خلاص الترمس استوى، فقمت حاطاه في مصفى ونزلت عليه بميه ساقعه من قلب الحنفيه، وشطفته برضو شطفه كويسه، وقمت حاطاه عندي بلاستيكيه كبيره، دي سايباها للعيد، اشتريها مخصوص عشان خاطر احط فيها الترمس كل سنه، وفي واحده اصغر منها لو مش عامله الكميه دي كلها بحطه فيها. كده خلاص حطيت الملح بتاعه وحطيته في قلب البلاستيكايه وقفلت عليه، وادخله بقى في قلب التلاجة عشان ما يربيش ريم، عشان خاطر لما بنسيبه بره بيريم، فبلحقه على طول وبحطه في قلب التلاجة. وهنا برضو جبت البلاستيكايه دي وحطيت فيها الحمص، وبرضو بدخله في قلب التلاجة. هو لو الميه بتاعت الحمص غامقه كده يا جماعه عشان انا بحط له كمون كتير، تمام، احنا بنحبه كده. احنا هنا بقى يوم الوقفه بالنهار، كنت عايزه اعمل حمص الشام، عشان خاطر باخده معايا عند اختي، ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده، هما بيحبوا الحمص من ايدي. فجبت الحمص ونقعته قبلها بيوم، اليوم اللي غليت فيه اللي هو يعتبر امبارح اللي غليت فيه الترمس، نقعته بالليل، ويوم الوقفه قمت مشغله عليه، حطيت له بصل، وحطيت له توم متقشر، وكان عندي كيس طماطم، الطماطم دي كانت محطوطه في قلب التلاجة يا جماعه فدبلت، فقمت عصراها ومصفياها. وكان الحمص برضو كان الحمص خلاص استوى، وحطيت له الملح والكمون بتاعه، وحطيت له برضو شويه شطه. بصوا يا جماعه ما شاء الله الحمص بقى جميل ازاي، وطعمه تحفه، احسن واحده تعمل حمص شام. انا حطيت له شطه زي ما انتوا شفتوا شويه صغيرين، وكمون وملح وتوم طبعا وبصل، وفي التقديم ليمون. اهو ده باذن الله هطلعه عند اختي. انا لما ببقى طالعه عند اختي بجيب اي حاجه وانا طالعه معايا، او اعمل لها اي حاجه. باخد لها بردك حمص وفشار وترمس وليمون وحاجه ساقعه، ربنا يخليها ليا يا رب وما تحرمش منها ابدا. عايزه اشارك معاكم يا جماعه المشتريات اللي اشتريتها دي. انا جبت النقابات دي بدون اسم، ده شكل اهو، في مفتاح كده، الفوزلينه بتاعتها ناشفه اهي، ده كان شكله، ده كان ب75 جنيه من حسنين دسوقي. وجبت واحد تاني اهو، ده الشكل بتاعه برضو، والفوزلينه بتاعته ناشفه زي ما انتوا شايفين، وده الشكل في النقاب برضو بنفس السعر اهو. وجبت ده كمان، ده كان شكله واسمه بدون اسم، والفوزلينه بتاعته ناشفه. ادي السنتر يا جماعه اللي انا مشتريه منه النقابات والطرح بتاعتي وعبايات وكل حاجه اهو. تعالى يا يوسف سلم عليهم ووريهم ان انت خدت شاور حلقه العيد اهو. تعالى بس عشان انا استعمل شويه بقى ونلبسه، وريهم ما لبست يا جماعه. لا ما هتلبس هدوم العيد بقى، لا الوقفه اللي مش هتلبس هدوم الوقفه، اللي هي الهدوم اللي انت وريتها لي. الهدوم الجديده. ماشي ماشي. تعالوا وريهم الحلاقه، لف يلا. بص من ورا. جميل، يلا من قدام. شايفين بقى حلقه يوسف، وبقالنا ساعه عشان يدخل المحل. معلش على منظر الغسيل اللي هناك، هدخله في الغساله دلوقتي. انا بتفرج.
دلوقتي هكوي يا جماعة. احنا هنا كان يوم الوقفة بالنهار، فقلت ايه مكوى معايا النقابات ديت. انا بقول لكم على المكوى اللي كنت بقول لكم عليها في اول الفيديو. المكوى دي كنت هوديها للراجل عشان خاطر يكويها لي، عشان ما كنتش فاضية والدنيا كانت حواليا في كذا حاجة كنت عايزة اعملها. وهنا ما برضاش ابعت المكوى ديت عشان خاطر بتتكرمش وبتتبهدل، وبيجيبها لي برضو مش مكوية عدل عشان خاطر بيبقى المكوى عنده كتير. فقلت ما اعملهم انا. كويت النقابات وبعد كده دخلت على الطرح بتاعتي. انا ما كويتش حاجات كتير، ممكن الدنيا متبهدله قدامكم كده، بس انا قلت لما اخلص باذن الله هلمها على طول، مش محتاجه مني وقت ولا حاجه. هما ما خدوش مني وقت، على طول على طول عملت. يا جماعه المكوى عملت 4 طرح اهم، اهم 2 3 4 كويتهم عشان لو احتجتهم في العيد ولا حاجه. والثلاث نقابات دولت الجداد انا حطيتهم هنا عشان ما يكرمشوش. انا كنت ممكن وديتهم للمكواجي، بس كل ما بودهم له بيجيبهم لي برضو مكرمشين، فحبيت انا اكويهم في البيت. خلصت المكوى بقى ودخلت ايه على الفطار. كنت عايزه اعمل فاهيتا لحم. تمام. حطيت الطاسه وحطيت فيها معلقتين سمنه بلدي كده، وحطيت فيها اللحمه اتشوحت. وبعد كده رحت بقى اجهز حاجتي. بحتاج ايه؟ بصل شرايح وطماطم مقطعه عادي. انا مش محتاجه طماطم شرايح عشان خاطر احنا ما بنحبهاش تبقى باينه في الفاهيتا. اهو قطعت الطماطم وجهزت البصل وجهزت الفلفل الحراق. وهنا كنت عايزه برضك احمر شويه بطاطس محمره جنب الفاهيتا. وبرضو كنت عايزه اعمل سلطه، جهزتها وعملتها اهي. وما فاضلش الا اللحمه على السوا. اول ما جت دخلت في السوا قمت نازله بالبصله ونازله بالفلفل الحراق اهو. ايه رايكم بقى في جمالها؟ وما خدتش برضو معايا وقت. وهنا بجيب التوابل الجاهزه ديت، هي مكتوب عليها بتاعت شاورما لحم. تمام. حطيتها وبحط مثلا شويه فلفل اسمر اهو. ما بحطش الملح الا في الاخر عشان خاطر لو اللحمه محتاجه سوا تاخد سواها يعني على طول. لكن لما بنحط الملح بيأخر سواها. وهنا نزلت بالطماطم. ولو عندي صويا صوص بحط معلقه. وفي الاول يا جماعه لو اللحمه عجوزه يعني بحط لها شويه خل صغننين خالص وشويه سكر. انا ما حطيتش في اللحمه دي عشان اللحمه دي كانت صغيره، فما احتجتش ان انا احط ولا الخل ولا السكر في الاول. طبعا بسيبها لغايه ما تنزل الميه بتاعتها. ولما الميه بتاعتها خلاص بتتشرب بنزل كوبايه بكوبايه لغايه ما تستوي. تمام. وبعد كده لما بحس ان هي دخلت في السوا بقوم حاطلها البصل وحاطلها الفلفل الحراق وحطلها الطماطم. وبعد كده بنزل بالتوابل. انت طيب يا يوسف، شاطر يا بدر ان انت بتدي لاخوك عيديه. هو بيدي لاخوه والجوجو كمان. يلا في فطور دلوقتي باذن الله. الفلوس بتاعتي يلا يحبها الله يلا. ماما يلا يا جوجو ادي ماما. تعالي يا مريم، انت ما خدتيش مني العيديه. كل سنه وانت طيبه.
تعالي يا سهر خدي العيدية. كل سنة وانتي طيبة. طيبة. سنة طيبين وبخير يا رب. يا رب. سلام. يلا سلام. سلام. بس عشان هدوم جديدة لو جت عليك انا هموتها. خلاص يا يوسف. تلاقيكم في الأول. الاوتفيت مدوخات. الاوتفيت بتاعك. ايوه ما شاء الله براندات. ده يا جماعه الغيار الداخلي بتاع يوسف اهو. هياخد شاور كده بتاع العيد وهيلبسه. اصبروا ما اوريكم الترنجات. ايوه هي كمان وريها. في ترنج اهو. في ترنج اهو. دول بتوع العيد. مش عارفه بقى عايزه البسه انهي واحد فيهم. امي انا اقول لك يا امي ثالث اهو. هو كان في بتاع زي الدبدوب كده. مش عارفه بقى البسه ايه انهي واحد فيهم. ده ولا ده ولا ده. اتداوم بس انا بفكر يا لبسه ده يا لبسه ده عشان هو ينزل يلعب مع الاولاد وهيبهدل هدومه دلوقتي عشان بكره يلبس برضه هو ايه هدوم جديده. عشان بكره العيد. بص احنا النهارده يوم الوقفه يا جماعه. كنت جايبه له التيشيرت ده في العيد الصغير. هو لسه ما لبسوش عشان كان العيد الصغير كان ساقعه ولبسته هدوم شتوي. من ورا اهو. شايفين يا ماما من قدام؟ وريني من قدام. استنى يا يوسف. مكتوب ايه؟ انا مش بعرف اقرا. انا عارفه اديت 4. يلا شوفوا بقى عشان بتقول لي عايز هدوم جديده. يا لهوي النص اللي احنا كنا جايبينه يا امي. يوسف لبس اهو يا جماعه ونازل يلعب مع اصحابه. باي. باي باي. لبس الترنج الجديد اهو. بس في بكره لبس جديد تاني. ايوه بكره هيلبس لبس جديد عشان بكره العيد. ايوه. يلا قول لهم سلام. سلام. طب استنى ما قلت لهمش كل سنه وانتم طيبين. انا قلت لهم اول ما انا خدت الهديه. تاني. كل سنه وانتم فاكر هناك؟ طيبين. فاكر هناك عشان كل سنه وانتم طيبين. كنت طيب. يلا سلام. وده يوسف يا جماعه هو نازل يصلي صلاه العيد اهو. وريهم يا يوسف. بصوا شبشب. وبصوا وين يا الجلابيه جماعه كنت الحلوه. جهزت الحاجه اللي انا هاخدها معايا عند اختي. اصغر منها بس مش دلوقتي. جبت فشار حمص. يلا الأكبر حمص منها فشار. عشان جبت التانية فشار صغيرة. وجبت ليمون للحمص. انا اوريكم الحمص اللي انا عملته. وهنا الترمس حطيت علبتين عشان خاطر يقضينا. وكان هنا برضو جهزت جلابيه ابو البدري وجهزت جلابيه يوسف. وبدري ما بيحبش يلبس الحاجات دي عشان هو رفيع. والشبشب بتاع يوسف الجديد. والجلابيه دي كانت جايه له من العمره السنه اللي فاتت. اهو لبس وجهز اهو. واليد اليد بتاعتها اهي. وريني. لبست ونازله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر فقل له لبيك وسعديك فقل له لبيك وسعديك والمسلمين اللهم صب على مصر واهلها الخير صفا صبا ولا تجعل عيشة اهلها كدا كدا يا رب العالمين يا رب. اتكلمت عن مامته فرح لما خاف. فيها حاجة طلع الفوطة؟ طلع الفوطة ولا
اخواتي حمو بيك. يا هلا يا هلا وغلا يا هلا. فين الجلابيه يا عم؟ عمو فين الجلابيه؟ الجلابيه فين؟ الجلابيه كوت لقيتها قصيره سيادتك فراح لابس. انت طيب يا ابو بدري. تعالوا تعالوا وريني الجلابيه. ياسر يا سامع عايز اروح مكاننا. ياسر بتاعت احمد عندك على والكوتش. ان البنت هترجع بعد كده. لا يا سامع اتكلم مع عم. سلام سلام باي. يلا سلام. ايه يا يام. قصيرة هاخدوها معاكم. بدري اهو جه كان بيذبح ولسه جاي دلوقتي اهو. ودي كانت الذبيحه بتاعت ابو البدري. اللهم زد وبارك يا رب، يا رب دوم علينا كل سنه باذن الله. كان مشترك فيها هو وحد، ربنا يبارك لهم فيها يا رب. اللهم زد وبارك يا رب. قرب هنا. حابة أقول كلمتين برضو للتوضيح. أنا معنى إن أنا بصور أي حاجة في حياتي أو ذبيح أو أي حاجة مشتروات أنا اشتريتها أو أي حاجة عن حياتي، أنا مش قصدي إن أنا أفرج عليها حد ولا قصدي إن أنا أتمنظر بيها ولا أي حاجة. أنا لو كنت بصورها للذكرى ليا ولأبو البدري والأولادنا والأولاد أولادنا بعد كده. أنا مش فارق معايا فلوس ولا فارق معايا يوتيوب ولا فارق معايا قناة ولا فارق معايا أي حاجة. أنا لو بصور الحاجات دي للذكرى فقط لا غير. أنا مش فارق معايا فلوس ولا فارق معايا أي حاجة تانية خلاص. عشان خاطر لو انتوا فاكرين ان انا بنزل الحاجات دي للمنظرة، انا ولا بنزلها للمنظرة ولا اي حاجة. انا بنزلها للذكرى بس عشان تبقى ذكرى متوثقة عندي بس. كملوا بقى معايا الفيديو، يا رب الفيديو يكون يعجبكم. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد مني. حبايبي في الله والله
ده الفيديو بتاع النهاردة، استنظروني تاني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم والله، مع السلامة.